سندريلا اسم يتردد في أذهاننا كقصة خرافية عن الفتاة المسكينة التي وجدت سعادتها الأبدية مع أميرها. لكن ماذا لو أخبرتكم أن القصة الحقيقية أبعد ما تكون عن سحر الفستان اللامع وحذاء الزجاج؟ إنها حكاية أكثر قتامة، مليئة بالدروس القاسية عن النضال، الخسارة، وفي بعض الأحيان الشر المتجذر في القلوب البشرية. تبدأ قصتنا في مدينة بعيدة، في زمن لم يعد يتذكره إلا القليلون. لم تكن سندريلا فتاة ضعيفة أو ساذجة، بل كانت إيلا شابة ذات روح قوية، وشعر أشقر يتدفق مثل خيوط الشمس، وعينين زرقاوين تعكسان ذكاء حادا وقلبا طيبا. نشأت إيلا في كنف والديها المحبين. كان والدها تاجرا ثريا، ووالدتها امرأة نبيلة ذات روح فنية. عاشت حياة هادئة وسعيدة، مليئة بالضحكات والتعلم، حتى حلت الكارثة. لم تكن الكارثة وفاة الأم فقط، بل مرض عضال ألم بها، فاجعة أدت إلى ذبولها ببطء أمام عيني ابنتها. قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة، جمعت الأم إيلا بين ذراعيها، وهمست بكلمات لن تنساها إلا ما دامت حية: كوني شجاعة وطيبة يا صغيرتي، مهما حدث حافظي على روحك نقية، فالخير دائما يجد طريقه. بعد وفاة الأم غرق الأب في حزن عميق، لم يعد يرى العالم إلا من خلال عدسة سوداء. مرت السنوات، واعتمد الأب على إيلان في إدارة المنزل والعناية به. لم تكن شكواها كثيرة، بل كانت تفعل ذلك بكل حب وتفان، محاولة ملء الفراغ الذي تركته أمها. لكن الحياة لم ترحمهما. قرر الأب أن الزواج قد يضفي بعض البهجة على حياته ويعوض ابنته عن حنان الأم المفقود. وهنا دخلت الساحرة الشريرة الحقيقية إلى حياة إيلا، الليدي تريمين، امرأة أرملة ذات مظهر أنيق وابتسامة مزيفة تخفي وراءها قلبا من حجر. جاءت مع ابنتيها أناستازيا ودريزيلا، اللتين ورثتا شر والدتهما وعبثهما. لم تكن الليدي تريمين مهتمة بوالد إيلا، بل بثروته التي كانت تطمع فيها. تزوج الأب واعتقد أن السعادة ستعود، لكنها لم تفعل. لم يمر وقت طويل حتى مرض الأب مرضا مفاجئا وقضى نحبه، تاركا إيلا وحيدة تحت رحمة زوجة أبيها وابنتيها. لم تكن وفاة الأب مجرد صدمة لإيلا، بل كانت بداية كابوس حقيقي. فقد كشفت الليدي تريمين عن وجهها الحقيقي، فأخذت منها كل شيء. منعتها من ارتداء ملابسها الجميلة، وأجبرتها على ارتداء الأسمال البالية. نقلتها إلى علية باردة مظلمة لتنام فيها، وحولتها إلى خادمة. أصبحت إيلا تعمل من الفجر حتى الغسق، تنظف، تطهو، وتعتني بجميع احتياجات الليدي تريمين وابنتيها المدللتين. لم تكن تلقى منها سوى السخرية والإهانة. كانتا تناديانها بسندريلا تيمنا بكلمة رماد سندر، لأنها كانت دائما متسخة برماد المدفأة من كثرة عملها. كانت إيلا تتحمل كل هذا بصمت، تتذكر كلمات أمها عن الشجاعة والطيبة، وتجد العزاء في رفقة بعض الأصدقاء غير المتوقعين، الحيوانات الصغيرة التي كانت تعيش في المنزل والحديقة. كانت تتحدث إليهم وتشاركهم أسرارها، وتجدهم الأوفياء الوحيدين في عالمها. في إحدى الليالي بينما كانت تجلس وحيدة بجانب المدفأة تبكي بصمت، سمعت صوتا رقيقا يناديها: يا سندريلا، لماذا أنت حزينة؟ رفعت رأسها لتجد أمامها امرأة عجوزا ترتدي ثيابا بسيطة، ولكن عينيها كانتا تلمعان ببريق غامض. لم تكن هذه المرأة ساحرة خرافية تحمل عصا سحرية، بل كانت جارة عجوز حكيمة وخبيرة بالحياة. كانت تراقب ما يحدث في هذا المنزل المظلم منذ وفاة الأب. لم تقم الجارة بتحويل اليقطين إلى عربة، بل قدمت لإيلا شيئا أثمن: الحكمة والأمل. نصحتها: لا تدعي اليأس يسيطر عليك يا ابنتي، تذكري أن القوة الحقيقية تكمن في داخلك، لا تستسلمي أبدا. شجعتها على أن تبحث عن طريقة لتغيير مصيرها، وأن لا تنتظر فارسا ينقذها. في تلك الأثناء أعلن الملك عن حفل كبير في القصر. لم يكن الحفل لغرض اللهو فحسب، بل كان الهدف منه اختيار زوجة للأمير. كانت هذه فرصة العمر لفتيات المملكة. تحمست الليدي تريمين وابنتاها، وبدأنا في التحضير للحفل، وطلبنا من إيلا أن تصنع لهن أجمل الفساتين. عملت إيلا بجد، ورغم حزنها أبدعت في خياطة الفساتين لهما. وعندما انتهت سألتهما بخجل عما إذا كان بإمكانها الذهاب معهما. انفجرت الليدي تريمين وابنتاها بالضحك، وسخرن منها قائلين: أنت تذهبين إلى حفل الأمير؟ أنت متسخة ومتسخة بالرماد، لا مكان لك هناك. ثم ذهبتا تاركتين إيلا وحيدة مرة أخرى. شعرت إيلا باليأس ينهش قلبها، ولكن كلمات الجارة العجوز رنت في أذنيها: القوة الحقيقية تكمن في داخلك.
تذكرت الأقمشة القديمة التي كانت تملكها أمها وبعض الشرائط البالية التي كانت تحتفظ بها. أخذت إبرتها وخيوطها وبدأت تخيط لنفسها فستانا بسيطا، لكنه كان يعكس روحها النقية. لقد كان فستانا من صنع يديها يحمل في طياته آمالها وأحلامها. لم تكن هناك حافلة سحرية، بل كانت عربة قديمة كان والدها يملكها، ظلت مهملة في الإسطبل. استعانت ببعض الفئران النشيطة التي كانت تساعدها في المنزل، وبمساعدة الجارة العجوز استطاعت إصلاح العربة وتجهيزها. ارتدت فستانها البسيط وقامت بتسريح شعرها، وبدت كالأميرة التي كانتها دائما حتى تحت الرماد. عندما وصلت إلى القصر لم تكن هناك ساعة حائط سحرية لتذكرها بموعد الانصراف. دخلت إيلا القاعة الكبرى، وعلى الرغم من بساطة فستانها مقارنة بالآخرين، إلا أن هالتها النقية وجمالها الطبيعي أضاءا المكان. لاحظها الأمير على الفور. لم يكن مفتونا بجمالها الخارجي فحسب، بل بابتسامتها الصادقة وعينيها اللتين تعكسان عمقا لم يره في أي فتاة أخرى. رقصا طوال الليل وتحدثا عن الأحلام والطموحات، عن الكتب والموسيقى. لم يعرف الأمير أنها سندريلا، ولا هي عرفت أنه الأمير. لقد كان لقاء روحين وليس مجرد لقاء بين أمير وفتاة. مع اقتراب نهاية الحفل تذكرت إيلا كلمات أمها عن عدم الثقة في الآخرين بسرعة، وأن الخير دائما يجد طريقه، لكن الشر يمكن أن يندس خلسة. تذكرت حياتها الصعبة مع زوجة أبيها، وربما شعرت بضرورة عدم الكشف عن هويتها الحقيقية على الفور. فكرت في عواقب كشف هويتها، وكيف يمكن لزوجة أبيها أن تدمر هذه السعادة. عندما بدأ الأمير في السؤال عن اسمها ومكانها انتابها شعور غريب، شعور بالشك والحذر. لم تهرب فجأة تاركة حذاءها الزجاجي، بل انسحبت بهدوء تاركة وراءها تلميحا وحيدا، حذاءها الذي كان بسيطا ولكنه مصنوع يدويا ويحمل رمزا لها. كانت تعلم أن الأمير إذا كان صادقا في مشاعره فسيبحث عنها بجدية. لم يكن الحذاء زجاجيا، بل كان حذاء جلديا بسيطا، لكنه كان مميزا لأنه كان مصنوعا خصيصا لقدم إيلا، وكان يحمل أثار الرماد الذي اعتادت عليه. كان الأمير مصمما على العثور على الفتاة التي أسرته بقلبها وعقلها. بدأ الأمير في البحث عن صاحبة الحذاء، يجرب الحذاء على كل فتاة في المملكة. وصل إلى منزل الليدي تريمين، حيث حاولت أناستازيا ودريزيلا بكل قوتهما أن تجعلا الحذاء يناسب أقدامهما، حتى إنهما حاولتا قطع أصابعهما، لكن الحذاء لم يناسب سوى صاحبة القدم الحقيقية. عندما حان دور إيلا حاولت الليدي تريمين منعها، زاعمة أنها خادمة لا تستحق هذا الشرف. لكن الأمير الذي كان قد رأى نظرة الحزن في عيني إيلا أصر على أن تجرب الحذاء. عندما ارتدت إيلا الحذاء كان مناسبا تماما. لم تكن هناك تحولات سحرية، لكن الأمير عرفها فورا. لم يكن هناك فستان لامع يزول السحر عنه. لقد كانت إيلا الحقيقية ذات الروح القوية والقلب الطيب هي التي أسرته. وفي النهاية لم تتزوج إيلا الأمير لتعيش حياة خرافية مليئة بالسعادة الأبدية فحسب، بل تزوجته لأنها أحبته، ولأنه قدر روحها القوية وساعدها على التخلص من حياة الظلم والقهر. لم تنتقم إيلا من زوجة أبيها أو أختيها، بل تركتهن لمصيرهن الذي اختاروه بأنفسهن. فقد أثبتت أن الشجاعة والطيبة هما مفتاح النجاح الحقيقي، وأن السحر الحقيقي يكمن في قلب الإنسان وروح العطاء، وليس في العصي السحرية أو الأحذية الزجاجية. تلك هي قصة سندريلا الحقيقية، قصة عن فتاة لم تكن تنتظر من ينقذها، بل عن فتاة آمنت بنفسها وبقوتها الداخلية، وبأن الخير دائما يجد طريقه. قصة عن أن الجمال الحقيقي يكمن في الروح، وأن القوة لا تأتي من السحر بل من الإيمان بالذات والصبر في وجه الظلم.